تبدا افريقيا من هنا وتقعد تسمع تصريحات نازله ترف على منتخب مصر من هنا. عز الدين أناحة ولا بلاحة ولا ملاحة اللاعب المغربي دوت يا برنس عمل تصريح النهارده على منتخب مصر لازم نرد عليه، عشان تصريح سخيف جدا جدا جدا. ومش احنا يا ابني، مش احنا يا ابني اللي اتقال علينا التصريح ده، والله العظيم ما احنا. عيب قوي. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك عز الدين أناحة ده بيقول لك منتخب مصر ممكن يعني يكسب 1-0 من ضربة ثابتة، وفجأة تلاقي لاعب بيقع ناحية اليمين ولاعب بيقع ناحية الشمال عشان يضيعوا وقت. ما هو مش احنا يا ابني. شكلك بتتكلم عن المنتخب غلط، مع احترامي لاخواتي المغربية، ولكن ده المغرب اللي بتعمل كده. منتخب المغرب بالانديه المغاربه، بانديه المغرب كلها، مع احترامي لاخواتي المغاربه برضه، ولكن هم الاساس، هم البذره اللي زرعوها، هم الاساس. الحوار تضييع الوقت ولاعيبه تقع هنا ولاعيب يقع لك هنا. ايه يا ابني نسيته ولا ايه؟ مع احترامي لاخواتي المغاربه. تصريح غريب جدا من عز الدين أناحي نجم نجوم منتخب المغرب عن منتخب مصر. تعال نشوف قال ايه كده ونرد عليه ونديله درس بسرعه. سأل أناحي عن منتخب مصر قبل افريقيا، قال لك منتخب مصر منتخب كبير معاه 7 بطولات افريقيا، لكنه لا يقدم كرة قدم ممتعة. قال لك ان انت ممكن تلعب قدامهم وتسيطر على المباراة كلها ويجوا يخطفوا جول من ركلة ثابتة، بعد كده اللعيبة تسقط يمينا ويسارا، ان احنا يعني بنضيع وقت وما بنقدمش كرة قدم وبنخطف الماتشات كده. انت واعي يا ابني للي انت بتقوله ده؟ المشكلة ان انا كنت بحب عز الدين أناحي جدا وشايفه واحد من افضل اللعيبة اللي موجودة في القارة ومن اميز اللعيبة اللي موجودة مع منتخب المغرب، لكن معلش تعالى هنا نعلمك شوية حاجات. انت فاهم انت بتتكلم على مين؟ انت لاعب في منتخب المغرب، بتتكلم عن منتخب مصر، منتخب مصر اللي واخد افريقيا 7 مرات. انت منتخب بلدك واخدها مرة واحدة بس، مرة واحدة سنة 76 كمان. يعني كنت انت لسه ما اتولدتش، كنت لا والله العظيم مش هقول لك حتى كنت في اللفة، لانك كنت لسه ما بقتش في اللفة، كنت لسه ما اتولدتش وما جتش البطولة الوحيدة اللي منتخب بلدك خدها. زيد على ده كمان ان انت وصلت النهائي مرتين 2، مرة خدت البطولة ومرة خسرت. انا لعبت فاينل 10 مرات كاملين، 7 منهم كنت البطل. فلما تتكلم عن منتخب مصر لازم تقف احترام لمنتخب مصر كده. ده بالنسبه لاول حاجه. طب تاني حاجه ان احنا بنضيع وقت يعني وبنسقط يمينا ويسارا. انت واعي اللي انت بتقوله ده؟ احنا متعلمين الشغل ده منكم ومش عارفين نتعلمه والله. ده الكلام ده معروف انه بتاع شمال افريقيا، المغرب وتونس والجزائر هم اللي اساتذه في تضييع الوقت لما ياخدوا اللي هم عايزينه من المباراه. ده احنا مشكلتنا ان احنا ما بنعرفش نعمل الشغل ده زي ما انتم بتعملوه. عموما افريقيا خلاص هتبدا اهي، ويا رب نقابلكم باذن الله ونشوف بقى في الملعب اللي انت بتتكلم فيه ده. سخر الدولي المغربي عز الدين أناحي لاعب أولمبيك مارسيليا الفرنسي من طريقة لعب المنتخب المصري قبل انطلاق نهائيات كأس أفريقيا. وقال أناحي في تصريحات نقلتها صحيفة لا بروفينس الفرنسية: مصر التي فازت باللقب 7 مرات من قبل لا تقدم كرة قدم جميلة، ولكنه منتخب قادر على الهيمنة. وأضاف: يمكنهم أن يسيطروا ويسجلوا هدفاً من ركلة ثابتة ثم يسقط لاعب يميناً وآخر يساراً وكفى، في إشارة إلى إهدار الوقت. ومعلوم أن المنتخب الوطني المغربي سيستهل مشواره في الكان بمواجهة تنزانيا يوم 17 يناير الحالي. لاعب اسمه عز الدين أناحي لاعب في منتخب المغرب طالع بتصريح مستفز عن منتخب مصر، وبيقول لك ان منتخب مصر بيسجل هدف في المباراة واللاعيبه بتاعته تبدا بقى تقع يمين وشمال لحد ما المباراة تنتهي. ده المفروض ان عز الدين أناحي ده بيتكلم عننا احنا، يعني هو ما بيتكلمش عن منتخب اللي هو بيلعب فيه منتخب المغرب او حتى الانديه اللي هي في المغرب. ده انتوا اللي ابتدعتوا الحوار ده يا عز الدين أناحي. عموما يا عز الدين أناحي اتمنى ان انت تقابلنا في كاس الافريقيه، وسيبك بقى من موضوع كاس العالم، هنشوف الموضوع دوت في كاس الافريقيه. منتخب كبير وكل حاجه، واحترامي لمنتخب المغرب واحترامي لكل المغاربه، ولكن رد من مصري انا بقول لك عاوزين نشوفكم في كاس الافريقيه قدام منتخب مصر بس. عارفين المثل اللي بيقول تبليك وتجيب اللي فيها فيك؟ طبعا كلنا عارفينه وما ينفعش اقوله. اولا يا كابتن ده شغلكم انتوا سواء على مستوى المنتخب او الانديه، ما بتكسبوش بطولات الا بالمنظر ده وما بتعدوش ماتشات الا بالمنظر ده. السؤال الاهم دلوقتي بقى هو ليه منتخب مصر والانديه المصريه حرقاكوا قوي كده؟
ليه منتخب مصر والانديه المصريه اول ما بيلعبوا في بطوله خارجيه اول حد بينتقدهم هم المنتخبات والانديه العربيه؟ ليه ما بنلاقيش دعم زي المصريين ما بيشجعوا الانديه والمنتخبات العربيه في اي محفل دولي؟ يعني اللاعب عز الدين أناحي ده اول حد كان محموق له واتكلم عليه وزعل عليه هو المصريين، لانه فعلا كان يستاهل يلعب في نادي كبير جدا. وزعلنا قوي لما انزو فرنانديز بتاع الارجنتين راح تشيلسي وهو راح مارسيليا وبثمن باهظ جدا. بس تقريبا في الاخر هي نفسيه. 5 منتخبات او الخمسه المرشحين للفوز بكاس الامم الافريقيه القادمه في 2024 من رقم 5 لرقم 1 مع وجود معايير خاصه لمحمد حافظ. اتفضل يا فندم. انت عاوز دلوقتي ارتب من رقم 5 الى رقم 1. من رقم 5 لرقم 1. انا دايما اخر المرشحين الجامدين. اخر المرشحين الجامدين من وجهه نظري. اوكي. سهل العاج منظم كوت ديفوار منظمه البطوله، واحد من اقوى المنتخبات الافريقيه بلا شك. تاني مره تستضيف كاس الامم الافريقيه بعد سنه 84. عندها طموحات كبيره جدا انها تفوز بالكاس، لكن اعتقد ان هي مش هتقدر، يعني اتوقع انها ما تقدرش توصل لمستوى التتويج. لكن على قد دور الثمانيه مثلا توصل دور الثمانيه. ممكن تقدر تصنع، يعني تكمل توصل لدور الاربعه، لكن في تصوري لو انا هحطها في ترتيب من دلوقتي هقول المركز الخامس، مع الاخذ في الاعتبار ان احنا لسه قدامنا من النهارده لحد كاس الامم الافريقيه 3 شهور. فالثلاث شهور دول بتحصل فيهم حاجات كتيره جدا في الكوره بدون نقاش. الرابع مصر في المربع الذهبي، لكن فيها وعليه. في المربع طبعا. لو انت سالتني عن امنياتي الاجابه امنياتنا جميعا، يعني اتمنى منتخب مصر يتوج باللقب ويعود لقمه الكره الافريقيه. وانا متفائل بهذا المنتخب جدا. ما زلت متفائل وما زلت لا اصدق المستوى الذي يقدمه في المباريات الوديه لو عايز الحقيقه، لاني انا دايما بشوف منتخب مصر بشكل مختلف في كاس الامم الافريقيه، حتى لو جوه البطوله بدا وحش. بالمناسبه هو اكتر منتخب عنده قدره انه يتلون داخل البطوله الواحده، فهو منتخب صعب الميراث جدا. انت قلت جمله حلوه في الاول انه زي الشعب المصري، زي الطلبه المصري، زي الطلب المصري بيتزنق تلاقي المعدن ظهر على طول. فمنتخب مصر اصعب منافس بدليل انك انت في البطوله اللي فاتت فزت على الكاميرون في السيمي فاينال على ملعبها، حاجه يعني صعبه جدا في افريقيا. الناس اللي متابعه افريقيا مستحيل بمعنى الكلمه. احنا قدرنا نعمل ده. اوكي. رقم 4 منتخب مصر. 3 اروح لمنتخب نبدا نخش بقى في الحاجات الحاجات اللي اتفضل اكتب وراك. السنغال. منتخب السنغال. اوكي. ليه؟ منتخب طبعا محافظ على عنصر مهم جدا من عناصر النجاح وهو الاستقرار الفني. اليو سيسي مستمر في اكثر من 7 سنين على راس المشروع. نجح في تحقيق الانجاز التاريخي بالفوز بكاس الامم الافريقيه للمره الاولى في تاريخ السنغال، اللي هو النسخه اللي فاتت للاسف على حساب مصر. وصل كاس العالم، ظهر في كاس العالم بشكل لا باس به ابدا، تاهل للدور الثاني وخرج قدام منتخب انجلترا. اليو سيسي بيثبت انه يعني نجاح المنتخب الافريقي هو نموذج ناجح بالمناسبه. انا فاهم ده، بس لما يكون البطل انت حاطه في الترشيحات هنا الثالث ده معناه انه فقد شيء مهم، وهو انه اي منافس بيلعب السنغال دلوقتي بيلعب السنغال على انها الفريق الاقوى او حامل اللقب، وبالتالي بيبقى ليه استعدادات خاصه دايما. دايما انت لما بتبقى البطل طبيعي الكيرف بينزل شويه. شفت ايطاليا في كاس اوروبا اللي فاتت خلاص بقى كسبت كاس خلاص بقى وما تاهلتش لكاس العالم للاسف الشديد. احنا الاثنين امال ايه؟ بس فدايما المنتخب بيحقق انجاز كبير، عاده بيواجه صعوبات اكبر في البطوله الثانيه. وفي نقطه مش عاوزين نغفلها، انه برغم ان السنغال هي حامل اللقب واحد اقوى المنتخبات الافريقيه في السنين الاخيره، لكن على الورق ما نقدرش نختلف انه المغرب مثلا ترشيحات ليها اكبر من السنغال، برغم ان السنغال حامل اللقب. خش على الثاني، مغرب ولا جزائر؟ المغرب الثاني ناس هتبدا تزعل مني بقى في الاختيار ده. انا ميال طبعا مش عايز اقول انه المغرب ثاني. اختياري الشخصي المغرب الثاني. اختياري الشخصي المغرب المركز الثاني في البطوله القادمه، وده في النهايه مجرد توقع قبل 3 شهور من البطوله. يعني انت متخيل ان ولا يعني ابدا مفهوم. انا متخيل ان النهائي الاصعب على الاطلاق في افريقيا جزائر ومغرب. يعني النهائي الاشرس على الاطلاق على الورق. افضل فريقين من وجهه نظري في اللحظه دي في افريقيا هما المغرب والجزائر، لان انا مؤمن جدا بالنظريه دي. عندما تتحسن انت كشخص يتحسن منافسك المباشر. لو عايزين نقيسها في مصر عندنا، الاهلي السنه اللي فاتت حقق كل الالقاب الممكنه. ليه؟ لانه الزمالك كسب الدوري اخر سنتين قبليه. فلو الزمالك ما كانش كسب الدوري السنتين اللي قبل اللي فاتوا
انا اشك كثيرا ان الاهلي كان ينجح في تقديم المستوى اللي ظهر بيه الموسم اللي فات. فتحسن او الاهلي يكسب لكن ما ياخدش كل حاجه، مش هياخد كل حاجه. هو طبعا لازم بيطلع بحاجه الاهلي عاده، ولكن التحسن الطفره الكبيره اللي حصلت في الاهلي كان سببها انه الزمالك سيطر على الدوري سنتين ورا بعض. ده استفز جدا الاهلي وجماهيره وادارته وحتى لاعبيه. في حصل استنفار للهمم بشكل مختلف. انا مؤمن بده، وبالتالي اتوقع انه صعود الجزائر في البطولة القادمة وعودة الجزائر لمستواها الطبيعي وتنازل جمال بالماضي عن بعض معتقداته وسعيه الشديد للتغيير، لانه اصبح مقتنع تمام الاقتناع ان في منافس انا عايز اهزمه وهو المنتخب المغربي اللي بيمثل بالنسبة للجزائر ابرز منافس اعتقد شخصيا قبل مصر كمان. الجزائر رقم واحد. الجزائر رقم واحد. وزي ما اتفقنا ده مجرد تفسير. سكواد كبير يعني، قد يكون الفروقات قليله مش كبيره جدا. ما ممكن الماتش النهائي المغرب تكسب يعني، احنا ناس بنتابع كوره وعارفين. لكن انا عاده ما بحبش الاختيارات السهله، طبيعتي كده. فلو قلت لي قول لي توقعاتك مين يفوز بكاس العالم، هقول مثلا يعني لو قلت الواحد اختيار سهل، البرازيل، فرنسا، المانيا. فالاختيار السهل هو المغرب، ولذلك انا مش هروح للاختيار السهل. هخلي المغرب في المركز الثاني. اتمنى الناس المغاربه ما يزعلوش مني، انا بحب جدا منتخب المغرب بدون منتخب المغرب في النهايه 98. انا افتكر ان انا بكيت لما المغرب خرجت من الدور الاول. كلنا كان منتخب عظيم جدا كلنا والله. لكن احنا بنتكلم على ترشيحات، فهرشح الجزائر للمركز الاول لاسباب كتير احنا اتكلمنا عليها في بدايه الحلقه، والمغرب في المركز الثاني. مين المنتخب